لمّا تكوني كده متخانقة مع جوزِك ويبقى بقى عايز يقرفِك بأي طريقة ويقول لِك قال إيه، عايزة أتعشى فراخ مشوية زي بتاعة برّه، وإياكِ كمان تطلبيها delivery والكلام ده كله إمتى؟ الكلام ده كله الساعة 00:00 بس على مين؟ في أقل من ساعة كنت معشياه وصدمته كمان بالنتيجة، ما تيجوا بقى أقول لكم اتصرّفت إزاي. طبعًا في اليوم ده كنت شارية فرخة ومنضفاها وغاسلاها كويس وسايباها في التلاجة لإن أنا قُلت هاطبخها تاني يوم، فطبعًا الفرخة أول لمّا جبتها الفرخة دي كان وزنها كيلو ونُص، غسلتها كويس، إن أنا يعني جبت الفرخة وغطيتها كده بالمَيّة وحطيت عليها معلقتين كبار من الملح وكمان معلقة كبيرة من السكر وعصرت عليها عصير ليمونتين وبعد كده ضفت عليها معلقتين كبار من الطحينة. الطحينة يا جماعة مهمة جدا مع الفراخ، بتضيع جدا الزفارة بتاعت الفراخ نهائي. وضفت كده كام ورقة من ورق الغار، وطبعا قلبت بقى الفراخ في المحلول ده كويس وسبتها كده حوالي ساعة، وبعد كده غسلتها كويس ودخلتها بقى التلاجة. يومها بالليل بقى لما طلب مني الفراخ المشوية، طلعت كده الفرخة من التلاجة وغسلتها كده غسلة صغيرة، وجبت بعد كده بولة واسعة حطيت فيها بقى الفرخة، وجبت كده حوالي مكعبين من الزبدة يكون حجمهم يعني صغير وحطيتهم كده تحت الجلد بتاع الفرخة، وكمان مكعبين من الزبدة حطيتهم كده جوه الفرخة. عايزة اقول لكم بيودوا الطعم في حتة تانية خالص وبيخلوا لكم الفراخ المشوية زي اللي احنا بنشتريها من بره. وبعد كده جبت بقى بطاطس، انا هنا استخدمت اتنين طبعا حجمهم كبير، وقطعتهم بقى الحلقات يكون سمكها وسط. هاخد بقى البطاطس كده وهبدأ اضيفها مع الفراخ لان انا عايزة اتبلهم كلهم مع بعض كده مرة واحدة. وجبت كمان بصلتين حجمهم كبير شويه وقطعتهم برضو الشرايح بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. هناخد برضو البصل وهنبدأ نضيفها مع البطاطس ومع الفراخ، وتعالوا بقى نتبلهم كده مع بعض. فضفت معلقه صغيره ونص من الملح، وطبعا كميه الملح اختياري، وضفت كمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره من البابريكا، وهنضيف معلقه صغيره من السماق. عايزه اقول لكم بيودي طعم الفراخ المشويه في حته تانية خالص. وضفت كمان معلقه صغيره من خلطه الدجاج المشوي، ودي بتتباع عند اي عطار، وكمان رشه صغيره خالص كده من القرفه. ضفت كمان 3 معالق كبار من الزيت، وهنمسك بقى الفرخه ندعكها كده في التتبيله كويس من فوق ومن تحت وجوه الفرخه. واهم حاجه برضو هناخد من التتبيله وهنبدا ندعك بيها الخضار كويس جدا. وطبعا بقى انت هنا ممكن تسيبي كده الفراخ مع البطاطس في التتبيله دي حوالي ساعتين 3، بس انا بصراحه كنت مستعجله فهشتغل في الفراخ على طول. وطبعا مسكت بقى الفرخه وبدات كده اقفلها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه، وباخد بقى الفرخه كده وابدا احطها جوه السيخ اللي احنا بنشوي عليه الفراخ. وبالمناسبه السيخ ده مش بتاع فرن كهرباء ولا فرن غاز، السيخ ده بتاع جهاز كده موجود عندي اللي هو الاير فراير. بصراحه والله العظيم متوفر عندي وموجود عندي من العيد الكبير ولسه لحد دلوقتي ما استخدمتوش. فلما يعني تعرضت للموقف ده فقلت كده اجرب فيه ان انا اشوي فيه الفراخ المشويه، لانهم يعني بيقولوا ان هو ما بياخدش وقت كده ايه في التسويه. فطبعا هنا بعد ما قفلت على الفرخه وحطيتها في السيخ، جبت بقى الاير فراير. الاير فراير ده نوعه كينود، وطبعا ما شاء الله حجمه كبير 11 لتر. وعايزه بقى اقول لكم حاجه، ان هو من جوه زيه زي الفرن بالظبط، في كل امكانيات الفرن بالظبط. طبعا في الصاج ده طبعا زي الفرن بتاعنا العادي، وفي كمان شبكه من اللي هي الشبكه اللي بتتحط في الفرن. وطبعا الشبكه دي موجود منها 3 قطع. طبعا هو متوفر معاه قطع كتيره جدا، متوفر معاه كمان قطعه كده ان انت تحطي فيها البطاطس وتحمريها، بس انا هنا هستخدمه بس في شوي الفراخ المشويه. طبعا جبت كده الشبكه دي وحطيت فيها كده كميه الخضار وحطيتها كده على الصاج من تحت، وكمان اخدت بقى الفرخه وحطيتها في المكان بتاع السيخ اللي هي ايه متوفر يعني في الاير فراير. طبعا ما شاء الله يا جماعه، عايزه اقول لكم بجد النتيجه في الاخر هتصدمكم بجد. هقفل بقى كده على الاير فراير بالشكل ده، وهبدا بقى اشغل التايمر. طبعا انا شغلت درجه الحراره على 200 واستخدمت التايمر 45 دقيقه بالظبط، وقلت كده اشوف بعد ال 45 دقيقه الفراخ هتبقى مستويه ولا لا. بعد حوالي 45 دقيقة عايزة اقول لكم الفراخ طلعتها لقيتها كده خلاص داخلة على السوا واخدت لون جميل، بس قلبتها على الناحية التانية واديتها كمان حوالي 15 دقيقة، يعني اخدت معايا بالظبط ساعة كانت الفراخ دايبة جدا معانا. طبعا لو انت مش بتحبي الفراخ تكون دايبة كده وبتحبها مستوية سوا عادي، الفراخ هتاخد معاكي ساعة الا ربع. تعالوا كده بقى شوفوا منظر الفراخ كده بعد ما فتحت كده على الاير فراير. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ تحفة، واخده لون جميل جدا. انا نفسي ما كنتش متخيله ان هي هتاخد اللون الجميل ده. والبطاطس بقى مش من حته مستويه، البطاطس محمره طعمها جميل جدا، البصل مقرمش. لا بجد النتيجه بصراحه بجد فعلا ان هي تستحق ان انت فعلا تجربي الاير فراير. طبعا الاير فراير
ده هاسيب لكم إن شاء الله جايباه منين، أنا جايباه طبعًا أنا باتعامل مع مدام ماجدة المطبخ الإماراتي، هاسيب لكم الجروب بتاعها تحت لو أنتم حابين يعني تتواصلوا معاها. وكمان بقى عايزة أقول لكم إن هو سهل في التنضيف جدًا، يعني منديل مطبخ كده بتنضفيه بيه بيبقى نضيف وزي الفل. وطبعًا بقى لمّا حطيت كده الفراخ مع البطاطس، جوزي شاف المنظر ده قال لي: "لا يمكن أبدًا تكون مستوية، هي شكلها كده إيه متحمرة تحمير حلو بس مش مستوية من جوّه." قُلت له: "تعالَ بس كده نفتحها مع بعض أورّي لك إذا كانت هي مستوية من جوّه والّا لأ." فجِبت بقى كده السكينة وبدأت كده أقطّع بيها الفراخ. عايزة أقول لكم يا جماعة الفراخ مش بس مستوية، لأ الفراخ دايبة معايا. تعالوا كده أمّا أفتحها كده معاكم وأورّيكم. ده طبعًا الصدر، وأكتر حاجة بقى بتعرفي منها إن الفراخ مستوية والّا لأ هي الورك. فقطعت كده الورك كده، وتعالوا كده أفتحه معاكم كمان وأورّيكم قد إيه هو مستوي جدًا. الورك زي ما أنتم شايفين ما فيش فيه أي دم خالص الحمد لله، الفراخ مستوية وتجربة بصراحة ناجحة جدًا، جدًا، جدًا. وأظن بقى بعد المنظر القمر ده أنا عايزة الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم إيدِك يا أم ليلي. عندِك بقى مصفى زي دي وبيضة وشوية دقيق، تعالي بقى نعمل بيهم صنف حلويات إنما إيه، فاخر من الآخر. يالّا بينا نشوف عملناها إزاي. في الأول خالص كده بنجيب بولة نحط فيها نُص كوباية من المَيّة ونُص كوباية من اللبن، وهنضيف كمان بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنخلطهم كويس مع بعض. بعد كده هنضيف عليهم نُص كوباية من نُص كوباية دي يعني فيها زبدة وفيها زيت، وبعد كده هنقلبهم، وهنضيف بعد كده معلقة كبيرة من السكر، وهنضيف كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان رشة صغيرة من الملح، وهنخلطهم كويس مع بعض. بعد كده هنضيف عليهم 3 كوبايات ونُص من الدقيق، وهنقلب بقى كل المكونات مع بعضها كويس، وهنلم العجينة ونفضل نعجن فيها لحد ما بتيجي لي عجينة طرية مش بتلزق في الإيد. وممكن كمان تستخدمي يعني نُص الكمية، لإن الكمية كانت ما شاء الله كتيرة معايا. بعد بقى ما لميت العجينة كده بإيديا وجات لي عجينة طرية مش بتلزق في الإيد، هاحطها بقى كده في بولة دهناها دهنة خفيفة خالص كده من الزيت، وبعد كده هاحط العجينة وهادهن كمان العجينة من فوق بشوية من الزيت، واغطي كده عليها ببلاستيك راب واسيبها ترتاح معايا كده حوالي ربع ساعة. في الوقت ده قلت كده قلت أجهز يعني شوية شربات يكون يعني شربات تقيل. فجبت كده حلة حطيت فيها كوباية من السكر، نص كوباية من المية، ونقطتين كده بس من عصير الليمون. بعد كده قلبتهم كويس مع بعض، وهرفع بقى الحلة دي على النار لحد ما الشربات يغلي معايا. هحسب بالظبط 5 دقايق، هم 5 دقايق بالظبط. هضيف عليهم بعد كده نقطتين من لون الطعام الصحي الأصفر عشان بس لون الشربات في الآخر يجي لي بالشكل ده. هركنه بقى على جنب. وكانت كمان العجينة ارتاحت معايا بعد حوالي ربع ساعة. هاخد العجينة وهقسمها لقطعتين، وبعد كده هكورهم وهشتغل في العجينة على طول. بجيب بقى كده العجينة اللي أنا هشتغل فيها أو كرة العجين اللي أنا هشتغل فيها. في الأول هفردها بإيديا وبعد كده هفردها بالنشابة. أهم حاجة أنا عايزة السمك بتاعها يعني يكون في حوالي كده إيه نص سنتي، يعني ما يكونش إيه تخين قوي معايا. تمام، ده السمك اللي احنا عايزينه. هنجيب بقى المصفى اللي انتوا شايفينها دي وهنبدأ نقطع على قدها بالظبط. هنقطع على قدها بالطول وهنقطع بعد كده على قدها بالعرض. أنا عايزة حجم قطعة العجين تكون قد حجم المصفى اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا أنا هنا اخترت المصفى دي لأنها متوفرة في كل بيت. تمام، بعد بقى ما قطعت كده تعالوا بقى أقول لكم إزاي هنشكل العجينة دي. بس في الأول ما تنسوش تنزلوا تحت تكتبوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. انتوا عارفين أنا بحب أشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها، وفعلا بحاول على قد ما أقدر أرد على أكبر جزء فيها. بناخد العجينة نحطها كده على المصفى ونبدأ يعني إيه نضغط عليها، وبعد كده نبدأ نعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بس أهم حاجة لازم نقفلها من فوق ومن تحت علشان ما تجيش تفتح معايا لما نيجي نحطها في الزيت. طبعا هنا خلصت بقى الكمية بتاعتي، وطبعا كان فاضل كمان كده جزء من العجينة عملته بعد التصوير. جبت بعد كده بقى طاسة على النار فيها زيت غزير، واهم حاجة الزيت لازم يكون سخن معانا. هنزل بقى بالحلوى دي. اول طبعا لما بننزل بنلاقيها كده ايه بدأت تتنفخ معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده بتبدأ تاخد اللون الذهبي الجميل. هناخدها ونطلعها كده نصفيها ونحطها في مصفى علشان بس تنزل اي زيت زيادة موجود فيها. هناخد بقى الحلوى السخنة دي ونحطها في الشربات البارد ونخلطهم كويس مع بعض، وهنسيبهم كده حوالي دقيقة بحيث ان الحلوى دي تتشرب من الشربات كويس. ويلا بينا بقى نخرجها كده من الشربات. سامعين القرمشة عاملة ازاي؟ عايزة اقول لكم بقى طعمها مميز وجميل جدا، حاجة كده قريبة من بلح الشام. اظن بقى بعد المنظر القمر ده انا عايزة الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم ايدك يا ام ليلي. سامعين بس القرمشة كده واحنا بنقطعها مع بعض. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبألف هنا وشفا، وما تنسوش اللايك.